قول صلى يا على معلم. النبي. عليه الصلاه والسلام. تصدق وتؤمن بايه؟ لا اله الا الله. ورحمه ابويا كمان مره. انت كان في 4 نسوان امبارح رايحين من امبابه يعملوا لك محضر في الازبكيه وفي قصر النيل وفي بولاق. اه قسما بالله انا اللي مرضيت. يا باشا مصر خليهم ماشي. 8 يا باشا، يبقى خليهم ليه بقى احنا 8. نعمل كده بقى؟ ليه بقى اللي هي مثلا والله لا، طب اقول لك على حاجه، بعد ليه؟ الحوار ده، قول والله يابا. العظيم ما هحل مع سمير، ولو الواد فتح الباترينا قسما بالله. يقول لي ايه يا عم، هو بقول انت عايز لك ترجع ايه، القاهره ليه؟ عشان هو قضيه. ابن محمد سليمان معاك في الشغل؟ هو اللي كان معايا في الشغل، هو العيل اللي كان الحرامي اللي في الشركه، وما كانش عاجبه هو والباقيين طبعا، بس هو اللي ما كانش عاجبه ان انا بقول لهم لا انا مش هسرق معاك. هو عارفك؟ يا ابني عارفني ايه؟ بقول لك كنت شغال معاه، قعدت 3 شهور شغال معاه. مين بقى سليمان؟ سليمان. اه. هو يا اسمه سليمان يا محمد سليمان، مش عارف، يا اما سليمان محمد سليمان، يا اما محمد محمد سليمان محمد، مش فاكر محمد اسمه. سليمان ده ابوه. يبقى هو سليمان محمد سليمان. ده جدي يا ابني. لا الواد، ما الواد على اسم جدك. يا ابني ابوه بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايز تمشي ليه يا عم؟ هو انت عندك قضيه؟ انا جه في دماغي ان الحوار ده كله معمول من محمد سليمان بتاع الشغل عندي انا. فاكر القضيه اللي انا قلت لك عليها؟ ما سالتكش انت، يا سالتك عم، هو محمد ده سليمان قال لي يعرفك يا لا. اسلام؟ ايه؟ يعرف ان انت هنا ولا ما يعرفش؟ خلي بالك يعني. طب حتى لو في حتى لو في طب يا قضيه. اسطى، ما انا عمال استوعب يعني ايه ابقى ضيف واتعامل المعامله دي من سمير ومن يا عم لا لا، حتى لو في قضيه الواد ما ينفعش يبص لك وانت هنا، خلي بالك. ايوه. طب ما لو سمير عمل كده عشان ازاي تبقى اصلا؟ فايق يعني. طب ما اخلص لك انا انا مش عارف. طب بقول لك ايه يابا. ايه يا اسطى؟ ايوه في يا ابني معاك. فصين في ايه؟ فصين بتوع خواتم. اه الفصين دول انا جايبهم من سنه مثلا. تمام. الفصين دول الفص عامل بتاع 700 800 جنيه. بعدين. تمام. اه طلعت ابص عليهم اه ما لقيتهمش. بعدين. بتكلم مع سمير قال لي اسال اسلام. مش انا قلت لك؟ لا بقى لقيتهم، رحت مزعق معاه ورحت متصل بامي. اه اما اتصلت بامي، اه امي كلمته. اه لقيته راح باعت لي فص وقال لي ايه؟ ده ده الفص ده كان في ايد اسلام. اه كان لاقيه هنا على الكنبه. كان في ايدي وهو لا على الكنبه. طب كان في ايدي اه. ما لاقوش ليه في جيبي؟ شفت لما قلت لك حط خلى الواد ابنه يرمي قلت الاسوره له جنب بقول منه وانا لك ايه شايفه. ايه؟ قلت له بقول لك ايه اه هات الفصين عشان ما نعملش حوار بسببهم. راح باعت لي واحد اه ونزل مشي